التخلي عن كل الآمال حرية. جملة في غاية الأهمية وفي غاية العمق والوعي والفهم والنضج. قالها إدوارد نورتون في فيلم فايت كلاب مع براد بيت لما قاموا ببطولته هما الاثنين. الجملة دي مش معناها إن الإنسان يكون سلبي أو يائس أو فاقد الشغف أو فاقد الأمل في الحياة خالص، لا، إحنا عايزين نفهم الجملة دي في السياق الصحيح اللي اتقالت فيه. الجملة دي معناها إن الإنسان لما يفك نفسه من قيود التوقعات، لما تفك نفسك من قيود التوقعات بتقدر تعيش بروح أخف كتير، بشكل أصدق كتير. الحرية هنا اللي إدوارد نورتون بيقصدها لما قال التخلي عن كل الآمال حرية، الحرية اللي يقصدها إدوارد نورتون هنا في الجملة القصيرة دي هي حرية التحرر من مرض ووهم التعلق. الإنسان مننا دايما بيكون أسير لتوقعاته وآماله، خصوصا لما تكون عاطفية زيادة عن اللزوم أو مثالية زيادة عن اللزوم، أو نظرته بيعتريها الكثير من الطفولية الفكرية والمراهقة الفكرية، وبيعتريها الكثير من العور والاختلال وانعدام الوعي والنضج. إدوارد نورتون لما قال الكلام ده كان يقصد التحرر من التعلق من الآمال المفرطة والطموحات المثالية الوردية زيادة عن اللزوم. يعني هو طبعا هنا الراجل بيقصد ان انت لما تتحرر من جميع التوقعات اللي انت بتكون عايش رهين ليها واسير ليها، انت هنا في الحاله دي حياتك بتكون متوقفه، وانت اسير للتوقعات حياتك بتكون متوقفه على اسئله معينه. يعني بتقعد تسال نفسك طول اليوم حتى لو مش بصوت عالي، ولكن الفكره نفسها بتتردد في ذهنك اغلب الوقت، يمكن ما بتسيبكش خالص. تفضل تقول لنفسك طيب هل الحاجه دي هتحصل ولا لا؟ طيب هل الشخص ده هيرجع ولا لا كده خلاص؟ طب هل الناس هتعجب بيا وهتثني عليا وهيعجبهم اللي انا بعمله، ولا يعني هواجه منهم نقد كتير وذم وما الى ذلك؟ طيب انا هل هنجح ولا لا؟ بتفضل تسال نفسك الاسئله دي وتحس انت حياتك خلاص محصوره في هذه التوقعات وهذه الاسئله، بدلا من ان تعيش حياتك بطريقه فيها حريه وفيها صدق وفيها خفه. انت لما تتخلى عن هذه التوقعات بتكسر القيود دي، بتكسر هذه القيود المريضه الوهميه. والحريه طبعا مش معناها دايما ان انا املك الشيء، بل بالعكس، ربما تكون الحريه ابلغ في معناها عند الترك والاستغناء والتخلي. انت لما بتملك شيء في الواقع هو اللي بيملكك، لانك بتكون اسير ليه وعبد ليه وخايف دايما على فقدان هذا الشيء. ولكن لما تتحرر وينمو في عقلك وفي نفسك معنى التخلي ومعنى الترك ومعنى الزوال، بتحس بخفه شديده جدا، بتتقبل كثير من الاشياء، تتقبل الهجر، تتقبل الترك، تتقبل الفراق،